ألف مبروك فوز الزمالك. الحمد لله فوز معنوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الكلام بتاعنا على أداء النادي الزمالك. الحمد لله والفضل لله. أداء الشوط الأول كان حلو، هو أداء ما يليقش بنادي الزمالك، بس الحمد لله بقي أفضل من الماتشات اللي عدت بكتير الحمد لله. مبدئيا يا ريت الرسالة دي توصل لفريرة. شفت ناصر منسي اللي انت كنت راكنه، شفت بالحج اللي انت كنت راكنه، شفتهم دول اللي كنت راكنهم. الحمد لله اللي حصل 3 نقط. اي نعم برضو احنا لسه ترتيبنا في الدوري بس 4، بس لسه برضو الرابع، يعني اهو الحمد لله بدأنا نقرب شوية بشوية، والدنيا ان شاء الله تتظبط بإذن الله معانا. مبدئيا للناس اللي شغالة ويك في حوار كهرباء، اخواننا انا قلتها قبل كده، احنا في حوار كهرباء ما يهمناش الا غير الفلوس. جاب لنا الفلوس تمام حلو يلعب، ما جابش الفلوس الفيفا هتوقفه، مش محتاجه هري والدنيا دي. يعني الناس كله شغاله تشتم رمضان صبحي. يا باشا انت لو عندك عقل، رمضان صبحي راجل خلص عقده، راجل مش على قوه الاهلي. الفريق الثاني لقي ان انا مكسبي ان انا ابيع البيراميدز افضل، خلاص يا باشا راح البيراميدز، راجل لاعب محترف. انت لو كنت محتاجه ما كنتش سبته. وسيبك من اسطوانات، اصلا هو ندمان، اصلا هو مش عارف ايه. دي اسطوانات يا اخوانا، يا اخوانا سيبكم منيها، سيبكم من الهري ده. عبد الله السعيد عملته فيه كده، رمضان صبحي عملته فيه كده، احمد فتحي، كل اللي بيمشي من الاهلي شايف نفسه خلاص. طيب دلوقتي هيقلب على عبد القادر عاد، وعبد القادر وعبد القادر، عشان عبد القادر في حاجات ما عجبتوش. يا اخوانا يا ريت احنا نشجع كوره باحترام وبادب من غير قله ادب. تمام. بالنسبه لموضوع امام عاشور برضه زي ما هنقولها لك، زي ما احنا بنتكلمنا، زي ما عملوا مع رمضان صبحي، تمام، ان هو اتباع، احنا بعنا برضه عاشور. والله رجع الاهلي ده شيء تاني. ادفع فلوسه يا باشا للنادي بتاعه واشتريه، يلا وريني. لكن في هري وما هريش اصلا انت ما عارفش الاهلي عمل ده كله ردا على ان هو الزمالك مضى عبد الله السعيد. طب ما انت اللي طيرت عبد الله السعيد، ما طلع عماد متعب وقال لك الغلطه غلطتكم. المشكله في الاداره، انتوا كجمهور الغلطات غلطات الاداره وانتوا ما بتبصوش عليها. ركزوا يا اخوانا، ركزوا. يا ريت اتكلم بعقل، اتكلم في كوره. انا هنتناقش معاك في كوره. امبارح كان اداء الزمالك افضل من الماتشات اللي فاتت، في تمركز حلو، في روح، في اداء، تحس ان اللعيبه كده واخدت جرعه نشاط حبا للنادي. شغال، ده اللي انا هكلمك فيه. لكن اي هري تاني موضوع انا ما يخصنيش، بس يا ريت يبقى بادب ويبقى باحترام. تمام. لكن فكره ان انا نزيط في الزيطه، لا. فكره ان انت شايف ان الاهلي ده اللي خسر، الاهلي خسر الدنيا كلها، لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. سيبك من الاسطوانات دي يا باشا. الاهلي فريق زي اي فريق، والاهلي والزمالك فريق من غير جمهور اقل فريق في الدوري. انا هقولها لك، الاهلي والزمالك من غير جمهور اقل فريق في الدوري. فكره ان الاهلي بيخدموا الدوله، بتخدم الدوله ما تخدماش، برضو ده مش حواري. انا معاك، هنحسبها بالورقه والقلم. الاهلي عمل كده، عرف يسيطر على الدوله او على كوادر في الدوله، تمام، دي حاجه كويسه في صالح الاداره. انا مش هقول لك كده ان الاداره كويسه، لا، هي حته في صالح الاداره، تمام، بس ما ينفعش ازيد في الزيطه، تمام، واقول وعيد، لا. ركز يا باشا واهدى. الاهلي اللي عمله تمام، ان هو حب ياخد ناس في صفه، دي حاجه كويسه مش وحشه. يا ريت الزمالك كان عملها. مشكله احنا رئيس نادينا بلح، بلح، بيخسر الدنيا كلها. يعني حتى لو في حد حابب يعني يساند الزمالك، ما بيرضاش عشان خاطر مرتضى منصور. مشكلته ان هو كره الناس كتير في نادي الزمالك. يعني معلش اقول لك على حاجه، الاهلي لو جات له معونات من قطر، احنا مش هنقدر يجي لنا معونات من قطر، ورغم في جمهور في قطر بيحب الزمالك، بس عشان مرتضى لا. في السعوديه برضو عشان مرتضى لا. في اي حته، لو في مصر مفيش حد بيرضى يوقف مع الزمالك عشان خاطر مرتضى. انا الحته دي انا بتكلم فيها. لكن يا ريت ما تطلعش الاهلي ده ملاك سبحانه وتعالى ربنا منزله في الارض، لا. اداره الاهلي اداره حراميه، واداره الزمالك اداره حراميه.
يا ريت تقتنع بالكلام ده. السلام عليكم.